يا صباح الخيرات والهنا والنعيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. هنعمل مع بعض ايه؟ الغريبة الدايبة السهلة اللي ما بيختلفش عليها اتنين، وبالتالي كل الناس بتحبها. إيه زي ما انتم شايفين كده، التصوير في الاول كان مبكسل معلش، وبعد كده الدنيا هتظبط. انا حطيت في العجان هنا ايه، ما كنتش هصور صراحة، وبعد كده قلت اصور لكم بقى جزء من الفرحة بتاعتنا، اللي هي الحاجات اللي بنعملها للعيد. انا ما كانش عندي سمنه بلدي كفايه ان انا اعمل بيها الغريبه، وانا متعوده صراحه بعملها بسمنه بلدي، فانا استعملت سمنه روابي وحطيت معاها الازازه دي ازازه ريحه السمنه البلدي. المقادير ايه؟ انا حاطه هنا 3 كوبايات. انا هعمل مقدار كيلو دقيق. فعملت نص كيلو سمنة وربع كيلو سكر بودر، سكر بودر مطحون ناعم، ده من الحاجات اللي بتخلي الغريبة بتاعتي حلوة ومش بتقرش ومش بتفرش، وما نزودش كمية السكر. هي الحكاية كلها 3-2-1. الكمية الدقيق لو 3 يبقى السمنة 2، يبقى السكر البودر 1. فأنا هنا عشان عاملة كيلو دقيق استعملت نص كيلو سمنة وربع كيلو سكر. وحطيت بعد ما ضربتهم مع بعض بقى لونهم كريمي، نزلت عليهم الدقيق، قلبته كده تقلبتين، ما عجنتش ولا حاجة، انا خلطت بس المقادير مع بعض. سبتهم سقعوا في التلاجة، وبوريكم بقى ان انا بشكلهم باشكال مختلفة، غير ان انا اعملها مدورة، بعملها اللي هي مطاولة دي. واجي كده بالشوكة واعمل فيها شكل من الاطراف زي ورقة الشجر، او ان انا اعمل واحدة بالطول بس، او الشكل التالت اللي انا هوريكم دلوقتي ان انا بعمل حاجة شبيهة بالزجزاج شوية. كتغيير يعني من شكل الغريبة المعتاد. اهم حاجة تكوني مغطية العجينة بتاعتك بكيسة طول ما انت بتشتغلي، علشان خاطر ما تنشفش منك وتشقق وانت بتشكليها. ده الشكل المعتاد بتاع الغريبة اللي احنا عارفينه. انا عملت ايه؟ انا ولعت الفرن على 160 ودخلت الغريبة 10 دقايق بالظبط، وبمسك الصاج اهزه. اول ما الاقي الغريبة اتحركت جواه يبقى هي كده خلاص استوت. الغريبة ما بتلونش لا من فوق ولا من تحت. بصوا السوا بتاعها، لا من فوق ولا من تحت بتاخد لون، كانت دايبه. بمسكها في ايدي كده بتدوب. جبت هنا علبه بغطا وحطيت جواها ورق زبده، وابتديت ارص الغريبه فيها علشان خاطر تفضل يعني محتفظة بالطعم بتاعها والريحة الحلوة بتاعتها للآخر، لآخر واحدة فيها. بصوا دي الأشكال اللي أنا عملتها. الغريبة من الحاجات السهلة، لا بتحتاج خميرة ولا بتخمر، ولا أنا بحط معاها بيض ولا بيكنج باودر ولا أي حاجة، هي سمنة وسكر ودقيق وشكرا. فأنا بصوا خلاص بوريكم إن أنا عبيت الكمية كلها، والباقي هعبيه في العلبة الفاضلة دي. بس حبيت أصوره لكم كده بشكل حلو الأول. وكل سنة وانتم طيبين. حبيت اشارككم كمان جزء من فرحتنا واحنا بنعمل البيتي فور. انا ما شاركتكوش العجينه لان احنا عاملينها مع بعض كتير. انا بس بوريكم ان انا عندنا موضوع لمه الحلويات بتاعه العيد والحاجات دي بالنسبه لي انا وولادي فرحه. والسنه دي احنا ما عملناش كحك، ماما اللي عملت يعني الكحك. بس رحنا برضو وشاركنا يعني على قد ما قدرنا معاهم. بس ما عملتش في البيت عندي كحك صراحه. بصوا العجينه، انا بوريكم دي عجينه البيتي فور اللي انا بشكله. بصوا العجينه عامله ازاي، تحس ان هي مفشكله كده، بس تمسكيها في ايدك تلم. هنا اللي حطيت عليها كاكاو عشان اعمل بالشوكولاته، والجزء التاني سبته ابيض. باخد الشكل اخلص بيه الصاج، وبعد كده اعمل غيره، يعني عشان خاطر صراحه بغلب انا في تغيير الوشوش والحاجات دي. مكنه البيتوفور بتاعتي دي جايباها بقالها 3 سنين، حلوه قوي 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 صراحه، ما شاء الله اللهم بارك. وكانت ب 120 جنيه. تغنيكي بقى عن سؤال جارتك ولا سؤال فلانة ولا علانة، تجيبي حاجتك في بيتك احسن. وكنت جايباها بعيد، يعني في وقت بعيد عن العيد، عشان تبقى عندي لو احتجتها في اي وقت. بصوا البيتي فور نفس سوى الغريبة. بحطه على نفس درجة الحرارة، هو بيحتاج درجة حرارة هادية في الصف في النص، الرف اللي في النص. وبس خلاص برضو 10 دقايق ويا دوبك هو بيستوي، ما بياخدش وقت. طالع ما شاء الله ناعم ومقرمش، يعني ما شاء الله عليه من جوه كده ناعم ودايب. يعني هاشش كده ومقرمش. انا عبيته بس في العلب دي على ما احضر الحاجه اللي انا هظبط بيها البيتي فور، اللي انا هنلزق بيها البيتي فور والحاجات دي. فانا كنت بسيح بقى شوكولاته. سيحت شوكولاته بني، ومربى دي مربى بيتي، مربى فراوله. بصوا بقى توته، يعني بصوا بتستمتع بتستمتع هي واخواتها بالحاجات دي. فانا بصوا جبت لهم كل حاجه جنبهم فارماسيه، وجبت جوز هند ناعم وشوكولاته شوكولاته بني. سيحتها على حمام ميه. والمربى بنلزق بيها زي ما انتم عارفين. قلت لكم دي مربى بيتي انا اللي عاملاها في البيت، هبقى انزل لكم طريقتها، حلوه قوي قوي وجميله وموفره صراحه، لان الفراوله سعرها بقى غالي قوي. دي شوكولاته بيضه وشوكولاته سمراء سايباهم للتزيين، فحطاهم في كيسه كده صغيره. بس بنلزق كل شكلين مع بعض. آم، انا كنت بقى دوري ايه؟ بجمع لهم الاشكال اللي زي بعض مع بعض. بتقول لكم حطوا لايك.
كل سنة وانتم طيبين. انا بقول لكم دي عندي جزء من فرحة العيد. ولادي عمالين يعني هم اللي بيزينوا، هم اللي بيزوقوا الحاجة، بيبقوا مبسوطين قوي. او بصوا تزيين بسيط بقى على قد ما تقدروا. وانا عندي العلب الصاج دي بغطا، فانا بحط فيها واقوم مغطيها واشيلها بقى في التلاجة، ما بتسحش وما بتتبهدلش ولا اي حاجة. وبس خلاص. لو حابين اسيب لكم طريقة العجينة بتاع البيتي فور، هسيبها لكم في صندوق الوصف لو حابين تشوفوها. انا لسه كنت عاملاها قريب، فما حبيتش بقى اعيد نفسي وكده. بس خلاص، حبيت اقول لكم كل سنة وانتم طيبين. وانا بحبكم في الله. مع السلامة.